أغلب الناس دلوقتي قبل ما تنام بتحب تمسك الموبايل تسكرول على تيك توك. غالبا النوم بيغلبهم وهم ماسكين الموبايل، فالموبايل بينام معاهم في ايديهم فوق المخدة أو حتى تحت المخدة. هل ده شيء سيء لمخك؟ هل هيخليك تشوف كوابيس مثلا؟ تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل فعلا لما تنام والموبايل جنبك طول الليل. خلينا نعرف إن أول حاجة هتضرك هي إن جودة نومك هتكون مش كويسة إطلاقا، لأن النوم وجنبك الموبايل أنت معرض دايما للنوتيفيكيشنز، الشاشة اللي بتنور فجأة، كل ده مخك وأنت نايم حاسس بيه. طيب عملت موبايلك سايلنت برضه عقلك متحفز ومتوقع لأن موبايلك قريب منك. نتيجة كل ده نومك العميق هيتأخر، نومك هيكون متقطع وتصحى كأنك منمتش. طيب خلينا ناخد سؤال تاني، ايه اللي بيحصل في جسمك لما تمسك موبايلك قبل ما تنام؟ كل مرة بتمسك موبايلك قبل النوم مستويات هرمون النوم والميلاتونين بتقل وبتتغير دورة نومك، وبتلاقي نفسك الساعة 3 الفجر مش قادر تنام ومكمل سكرول على تيك توك. ولما تصحى الصبح بدري عشان تلحق بصمتك في الشغل تصحى تعبان، فبتمسك موبايلك تاني عشان تنسى انك تعبان وانك مخدتش نوم كفاية. فبنوصل في النهاية ان الموبايل بيدمر حركة سير يومك بشكل صح، وبتدرك قد ايه ان موبايلك بيضرك وإنك كمان بتستخدمه كمصدر إلهاء عن تعبك. المفاجأة كمان إنك بتدرب مخك على القلق من غير ما تكون واخد بالك. طب ده بيحصل إزاي؟ لما تسيب الموبايل جنبك أثناء النوم عقلك معملش لوج أوت، لسه شغال، فاكر إن ممكن الكلاينت يبعتله إيميل للتعديل مثلا، فاكر إن الإكس ممكن ترجع تكلمك، وفي ظل الأحداث اللي إحنا عايشينها دي ممكن يكون مستني أخبار الحرب العالمية مثلا تبدأ. ده بيخلق نوع من القلق لأن جسمك نايم بس عقلك صاحي. تكرار دوت مع الوقت هيجيب لك قلق، أحلام غريبة، إجهاد، ففي النهاية بتصحى من النوم تسكرول، وده هيوريك قد إيه أنت مرتبط عاطفيا بموبايلك. طيب هل فعلا الموبايل بيخرج موجات وإشعاعات بتضرك أثناء النوم؟ موضوع إشعاعات الموبايل ده مبالغ فيه بشكل كبير، وده أكيد عدى عليك قبل كده إن في أخطار إنك تنام والموبايل جنبك بسبب الإشعاعات. في إشعاعات بتطلع من الموبايل لكن مفيش ضرر كبير منها، وده اللي أثبتته الأبحاث الحديثة. فما تخافش هتصحى سليم، لكن ما تنساش تحت المخدة قبل ما تنام موبايلك ما تلزقهوش في ودنك بالساعات، ولو جنبك طول الليل حاول تخليه على وضع الطيران، وبكده مخك هيشكرك على شوية الهدوء اللي وفرتهم له. تعالوا نعرف بقى ازاي الموبايل بيبوظ مودك الصبح. أول ما بتصحى الصبح بتلاقي الموبايل جنبك، فتلقائيا بتمسكه وتفتحه وتشوف إيه الجديد، فتلاقي إيميل تعديل الكلاينت وصل وشوية ميمز عشان تفصل، وفجأة يظهر لك نوتيفيكيشن لصورة مع الإكس من 4 سنين. فبدل ما تبدأ يومك بهدوء بتبدأ بإنك تدخل عقلك في فايت مود، فبيبتدي يحاول يدافع عن نفسه. كل ده وانت لسه حتى مفتحتش عينك. ده نتيجته بداية يوم بمود مش كويس، دوافع صفر، تركيز مش موجود. أول دقايق يومك لازم تكون بعيد عن الموبايل، يكون فيها هدوء، يكون فيها أشعة شمس، تبعد تماما وتنسى جروبات الواتساب. الحل إيه عشان تنام نوم كويس وحقيقي؟ اشحن موبايلك بعيد عنك أو استنى اشحن الصبح، شغل وضع عدم الإزعاج، أو هات منبه حقيقي مش اللي في الموبايل. قبل ما تنام بدقايق ابعد إنك تفتح أي notifications. في النهاية الموبايل زي ما بيفيدك ممكن يدمر لك يومك ببساطة من غير ما تحس، زي ما شفت. عشان كده قبل ما تنام بدقايق وأول ما تصحى بدقايق ابعد تماما عن الموبايل. كمان ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.